عسلامة ومرحبا بكم. معكم سمير in another فيديو، واللي باش نشوفوا فيه حاجة مهمة على الاخر بالنسبة لأي ديفلوبر. الحاجة اللي برشا مش فاهمينها كم الفو ويخلطوا بين المفاهيم متاعها. موضوعنا في الفيديو هذا باش نشوفوا اش معناها API، اش معناها RESTful API، وشنية الفرق ما بين RESTful API والريست API، وزاده باش نشوفوا انواع APIs. يلا قهوتك ولا كاستيك وليتس جو. دولات، قبل كل شيء الناس الكل تعمل ابوني وتعمل جامع المحتوى، على خاطر اغلبيه اللي يتفرجوا معهمش عاملين ابوني، وهذه برشا ليه حاجه تحش. باهي نبداو. اش معناتها API؟ كلمه API معناتها Application Programming Interface، وتخدم كوسيط ما بين ابليكاسيون وابليكاسيون واحده اخرى. مش نورمال. لا فهمنا سي، لا فهمنا. تيصبر ديما مزروب انت، ديما اصبر شوي. باهي او باش نفسر لك. اكيد الناس الكل عندنا تليفونات، والتليفونات هذه اغلبيتهم كمش الكل فيهم الابليكاسيون نتاع الطقس. انت جوست مهمتك انك تدخل للابليكاسيون هذيك وتشوف احوال الطقس، سخانه بارده، قداش من درجه، شنية مغيمه ولا شمس. اما الحاجه اللي ما تعرفهاش انه المعلومات هذيك الكل ما هيش موجوده في تليفونك. يقول القائل مالا كيفاش سمير، كيفاش انا نجم نشوف المعلومات هذيك الكل؟ لنا يجي دور الAPI. المعلومات هذيك الكل صديقي العزيز متخزنة في سيرفر آخر بعيد على تليفونك جملة. أما التليفون متاعك يطلب معلومات من السيرفر هذيك ويجيبهم عنده باش انت سيادتك تشوف المعلومات هذوك. كيفاش يجيبهم؟ عن طريق الAPI اللي هو لعبته كوسيط ما بين ابليكاسيون وابليكاسيون واحدة أخرى. من الAPI شنو هو وسيط ما بين ابليكاسيون وابليكاسيون واحدة أخرى. كابيتو جاوك باهي. توا شنية العلاقة ما بين الريست والAPI؟ في النقطة هذه بالذات نحبك تركز معايا شوي. الAPI هي مصطلح عام، أما الريست API هو طريقة من الطرق وإلا نوع من أنواع الAPI. كل ريست API هو API، أما مش كل API هو ريست API. علاش؟ على خاطر نجم يكون سوب، نجم يكون GraphQL، نجم يكون gRPC وغيرها من انواع الAPIs. دونك واضح الAPI وبعد يجي الريست اللي هو نوع من الانواع. واضح؟ بعد ما فهمنا العلاقة ما بيناتهم خلينا نشوفوا ايش معناها REST API. الREST API هي نوع من انواع الAPI كما كنا نحكي، واللي هو يتبع قواعد معينة كما استعمال ال HTTP ميثود، كما الجيت، البوست، البوت والديليت. زاد من الحاجات اللي يتبعهم هو انه كل حاجة بالنسبة ليه هي ريسورس. ايش معناها ريسورس؟ مثلا نجم تكون الريسورس كتاب، نجم تكون طاولة، نجم تكون ريستوران، هذاك الكل بالنسبة لي هو ريسورس. على خاطر كل ريسورس من بعد عندها الURI الخاص به، عندها اللين الخاص به، واللي باش تكون ستيتلس. ايش معناها ستيتلس؟ معناتها وقت اللي تعمل الريكوست متاعك ما فماش حاجة اسمها سيسيون، كل ريكوست واحدة. يعني كي تعمل انت روكيت مثلا باش تعمل انسيرسيون في الباز دو دوني، الروكيت اللي من بعدها ما تكونش مسجلة، يلزمك تعاود تدخل لي دوني متاعك. باهي طيب شنية الفرق ما بين الريست API والريستفول API؟ الفرق ما بيناتهم هو شعرة تنجم تفصل ما بين الريستفول API والريست API، على خاطر احنا اغلبيتنا نستعملوا في الريست API ولا الريستفول API ونقصدوا بهم نفس الحكاية، لكن هما ما همش نفس الحكاية. نفسر لك. في الريستفول API يلزمك تطبق القواعد بحذافيرها حرفيا. نجم تجي انت مثلا في الريست API وتعمل الURI متاعك كاي ناس كل نفس الURI. تنجم في الريست API ما تستعملش الجيزون، نجم تستعمل حاجة أخرى. أما في الريستفول API يلزمك تستعمل الجيزون. يعني كل ريستفول API هو ريست API، أما مش كل ريست API هو ريستفول API. تعقدت شوية الأمور؟ سهلة. عاود مرة أخرى، رجع شوية الفيديو وعاود اسمع. فما الريست API وفما زادة السو بون قديم شوية لكنه مستعمل برشا من لي سوسيتي الكبار كيما البنوك مثلا. فما زادة الGraphQL API اللي طورته شركة الفيسبوك، واللي هو فليكسيبل برشا ويساعد خاصة في لي زابليكاسيون اللي نوعا ما كومبليكي، يعني في روكيت واحدة باش يجيب أكثر من معلومة. كيما الفيسبوك
الفيديوهات، تصور لي ستاتيو. فما زاده جي ار بي سي، بون انا ما خدمتش بيه الحقيقه، مي مستعمل برشا في الميكرو سيرفيس. شكون فيهم احسن وانا ولي نستعمل؟ ما فماش شكون فيهم احسن، انت والبزوان متاعك. هاك نكونوا كملنا الفيديو متاع اليوم. كان تحب خلي لي في كومنتير فكره الفيديو الجاي، وباي باي.